صباح الفل عليكم حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويوم جميل سعيد عليكم وجمعة مباركة عليكم كده يا رب. بصي بقى الجمال ده، النهاردة هقدم لكم التوست الجميل ده بطريقة جميلة ومبسطة ومكونات يعني بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. هو كيلو دقيق بس كده، وعليه حبة ملح والخميرة والسكر، عجينة عادية جدا وثلاث معالق زبدة بس، بتعملي احلى توست ممكن تاكليه وموفر جدا وطريقة سهلة في تكنيك بسيط كده بتتبعيه بس. ويا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا كده بقى نشوف الفيديو، نشوف بداية الفيديو مع بعض. وما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميلة التشجيعية. بحبكم في الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يوم سعيد جميل عليكم ان شاء الله. بتوحشوني من فيديو للتاني. يا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم. النهارده جايبه لنا ايه بقى يا نهى؟ قبل ما ابدا كلامي نصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. وندعي لاخواننا في فلسطين، اللهم فك كربهم، اللهم ازح الغم عنهم وعننا، لان احنا بجد دخلنا في مود مش حلو خالص خالص، وللاسف لا نملك لهم الا الدعاء. ربنا يزيح عنهم يا رب، ونصر الله قريب ان شاء الله. نصلي كده على رسول الله ونبدا. هتعملي لنا ايه النهارده يا نهى؟ حاجه كده فاخر من الاخر، لا تقولي لي بقى تشتريها من بره وبره غاليه ليه. انا مش عارفه، القالب بيوصل ل 60 و70 و80 حاجات كده، ايه خزعبليه. لا، النهارده هنعمل احلى توست في البيت وهوريكي بيتعمل ازاي بتكات بسيطه. بس انا صراحه كنت عايزه اعمله بدقيق اسمر، اللي هو دقيق الحبه الكامله. لكن ما لقيتوش، فقلت مش مشكله، هعمله المره دي بالدقيق الابيض، وبعد كده نجربه مره تانية بالدقيق الاسمر، عشان يبقى ايه بقى حاجه صحيه بقى ايه من الاخر. طبعا للمدارس ده اساسي، الاولاد كلهم بيحبوه. انت في البيت بقى الصبح كده فطارك الرايق مع كوبايه النسكافيه بتاعتك، تاخدي لك كده توستايه وتدهنيها بقى اي حاجه انت بتحبيها. يعني مهم جدا في البيت. يلا بينا كده بقى نبتدي ونشوف المكونات معانا. اول حاجه معايا دي دقيق فاخر متعدد الاغراض زي ما انتم شايفين كده اهو. عايزه اقربه لك عشان تشوفيه، لان ده مهم جدا لنجاح الوصفه بتاعتنا، ان هو يبقى متعدد الاغراض وفاخر، عشان ما الوصفه بتاعتك ما تبص. تمام. معايا كيس خميره فوريه عاديه، او لو عندك التركي برضو بتبقى احلى. معايا كيس كيك شيف او بيكنج باودر. معايا بقى ذره ملح، حبه سكر عادي جدا ما فيهوش اي حاجه يعني. وبعدها بنعجنه وبنحط عليه 3 معالق زبده، وبتاكلي احلى توست ممكن تدوقيه. يلا بينا بقى كده نجيب البوله الجميله بتاعتنا ونبتدي الوصفه. بصوا حبايب قلبي، اول حاجه انا جبت البرطمان عشان احط فيه الخميره، اسيبها تخمر حاجه بسيطه كده عقبال ما نحط المكونات الجافه مع بعض عشان تاخدي احلى نتيجه. وطبعا الجو برد فهي هتاخد وقت شويه. ده كده كيس خميره هنزل بيه في البرطمان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بمعلقتين كبار من السكر. انا بقول لك مقدار الكيلو، عايزه بقى تضعفي عايزه تنصصي براحتك، ده شيء يرجع لك. الميه اللي انا حطاها هنا دي الميه بتاعت العجن كلها، فانا هاخد منها حبه للخميره يعني عشان تخمر، والباقي هخليه للايه للعجن بتاعي اهو، مش كتير. وهبدا بقى ان انا اقفل البرطمان معايا. بصي كده حبيبتي، الخميره اهي ابتدت انها تخمر معايا، هسيبها بقى كده على جنب. ونجيب بقى البوله بتاعتنا عشان ندخل الدقيق. اي معجنات يا حبايب قلبي لازم تدخلي الدقيق عشان تطلع الوصفه جميله وناجحه معاكي. نجيب بقى البوله الجميله دي كده. عايزه اقول لك البولات الازاز دي جميله وعمليه جدا، مهمه جدا لكل بيت. هجيب بقى المنخل وهنزل بكيلو من الدقيق اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بقى كده ايه ننخله كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نخلنا الدقيق كده بالشكل اللي انت شايفاه. هبدا انزل عليه بقى بالمكونات الجافه. ايه هي بقى المكونات الجافه؟ معانا معلقه كبيره كده، هنزل عليه بمعلقتين من الدقيق، او خلينا نحط معلقه كبيره يعني، معلقه كده وحبه كمان، المعلقه دي مش كبيره قوي. تمام اهو. هنزل عليه بباكو من كيك شيف او بيكنج باودر اللي انت عايزاه يعني، المتوفر عندك مفيش مشاكل كده بالشكل ده كده.
هنزل عليه بحبة من الخل. الخل ده بيخليها تنتفخ يعني، وبيخلي النتيجة بتاعتها حلوة جدا. تمام. هبدأ ان انا اخلطه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب بقى الخميرة، عندنا خمرت خالص. طبعا انا هعجنه بايدي، بس انا ايه بخلط المكونات الاول اهو. بصي الخميرة انا حتى سامعة صوتها هنا، بصي اهي، لو انتي سامعة صوتها معايا. في هنا حبة لبن، هبدأ انزل بحبة اللبن دول، او كيس من اللبن البودر اللي هو نيدو. ما عندكيش انزلي بحبة لبن مفيش مشاكل. وكده بالشكل اللي انتي شايفاه الخميرة ننزلها كلها، وهبدأ بقى تشمري ايدك بقى، بصي وبعزم ما فيك، واعجني بقى، وريني شطارتك، وريني بقى شطارتك في العجن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو مش هياخد اكتر من 600 جرام من المية. لو عندك لبن رايب تمام، بس هو اصل الوصفة المية الدافية اهو. ابتدت بصي ابتدت تتمازج مع بعض خالص. هجيب بقى ايه المية بتاعتي، تنزلي كده ايه حبة حبة، ما تكتريش، واحدة واحدة، عشان على حسب العجين بتاعك مش عارفين هو نظامه ايه لسه. اعجني بقى كده وطلعي كل طاقتك في العجين. بصوا حبايب قلبي اهو، انا عجنتها بس لسه طبعا، بس بوريكي هي قد ايه طرية. بصي طرية بس لسه طبعا، انا مش عايزاها تلزق خالص. هبدأ دلوقتي اضيف لها المكون ده اساسي ولا غنى عنه، اللي هو ايه، اللي هو الزبدة. هضيف لها 3 معالق من الزبدة، تكون بدرجة حرارة الغرفة زي ما انت شايفة كده. هتلاقيها طبعا فرولت منك، مفيش مشاكل، اقعدي اعجني هتلاقيها لمت منك تاني اهو. بصي بقى بعد ما عجنتها شويه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو ماشي، هنزلها بقى كده على الكونتر بتاعي هنا، وابدا برضو ان انا اعجن فيها شويه. ده مهم جدا يا جماعه، اقعدي بقى اعجني، طلعي كل طاقتك فيها زي ما بقولك، عشان يعني دي تركه من تركات نجاح التوست اللي هو العجن. بصي بقى انا هنا كده خلصت. بصي معجونه مخدومه حلو ازاي، انا عايزاها توصل للطريقه اللي انت شايفاها دي كده. بسم الله ما شاء الله، ناعمه ما بتلزقش، حاجه جميله جدا. هسيبها بقى تخمر وهرجع لك تاني، احطها بس كده في البوله. بصي بوله يا جماعه نضيفه ازاي، هي واخده كل اللي فيها. نحطها كده ونغطيها ونرجع تاني مع بعض. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا بقى يعني عايزه اقول لكم العجين بسم الله ما شاء الله طالع روعه 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 روعه. بصي الجمال يعني، بصي بقى الحركه دي، بصي الحركه دي، وبصي ما بيلزقش خالص ولا حاجه ازاي، روعه روعه روعه. اعملوه بنفس الطريقه كده هتنبهري من الجمال بتاعه. يعني انا اول مره اعمله التوست ده معاكم، بس روعه يا جماعه. يلا بينا بقى كده ننزله هنا. مفرش السيليكون ده يا جماعه اختراع، وبرده بحب ايه يعني عليه رشه دقيق كده عشان ايه يسهل عليا، بس هو اختراع جميل جدا، اللي ما عندوش يجيبه، لان بجد بجد جميل وسعره حلو وهيفرق معاكي اهو. نعمل كده نشمر بقى ونبتدي بقى ايه، احنا عايزين نفتح مخبز يا جماعه، عايزين نفتح مخبز من الشطاره اللي احنا فيها دي. استنوا بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعي بس الهواء اللي فيها ويلا بينا نبتدي الشغل اهي كده. هبدأ ان انا اقسمها نصين، عشان انا عايزة اعمل 2 او اعمل 1 كبير يعني. هشوف كده وهقيس وهنشوف احنا هنعمله في ايه. تمام. نجيب بقى النشابة بتاعتنا، عفريها كده تعفيرة دقيق كده بسيطة عشان بس ايه ما يلزقش فيها، ونبتدي ان احنا نفردها اهو بالشكل ده كده. بصوا يا جماعه، هو طريقه تسويته طبعا يعني القالب هو ده اصح حاجه. القالب اللي انتوا شايفينه ده هو ده لونه كده، هو مش نظيف ولا حاجه، هو لونه كده تمام من كتر ما دعكت فيه. طبعا هو مش اصلي ومش احسن حاجه، فيه احسن منه كتير.
والناس بقى اللي ما عندهاش قالب، يعني في اختراعات بقى كتير وفي افتكاسات كتير، فاحنا هنشوف احنا هنعمل انهي فيهم مع بعض. بس اهم حاجه نمشي بالتكنيك اللي انا هعمله ده، لان دي بقى ايه اهم حاجه في خطوات التوست. ده اهم حاجه اللي انا بعمله ده في الخطوات بتاعه التوست. هنجيب بقى القالب. بصي هي قده اهو القالب ده كده، هدهنه دهنه سمنه او زيت براحتك. دهنت اهو دهنه زيت، بس برضو احتراسا هجيب ورق الزبده. انا ما لقيتش ورق الزبده اللي بستخدمه على طول، لقيت ده، فطبعا برضو ده مش احسن حاجه. مش عارفه ايه الفيديو اللي كل خامته مش احسن مش احسن حاجه دي، بس برضو هنحط منه عشان ما لقيناش غيره. تمام كده اهو. هفتحه معاكم اهو كده. هو شكله هيطلع احسن حاجه يا جماعه. اول مره اجربه. هو متقطع بالشكل ده، يعني مش رول وانت تقطعي، لا هو متقطع. تمام. هحطه بقى كده. القالب بتاعي اهو انت شايفه معايا. ثانيه واحده نتنيه كده. انا بس كنت حبيت اوريكم الخطوه دي عشان مهمه، يعني مهم برضو تحطي كده، وبرضو ندهن فيه دهنه زيت اهو. بصي بالمقاس انت حطي عليه كده وقيسي، هتلاقيه نفس المقاس. نبتدي بقى نعمل التكنيك اللي بقول لكم عليه بتاعه، عشان ده مهم جدا. بتفرديه كده بسمك، يعني مش رفيع قوي ومش تخين قوي اهو زي ما انت شايفه كده ماشي. وهنبدا ان احنا نجيب كده وتعملي كده، تبرمي وتعملي كده وتقفلي، يعني ماشي. واضحه الفكره؟ تبرمي وتقفلي، مهمه جدا يا جماعه الخطوه دي، تبرمي وتقفلي. تمام. التقفيله دي هي اهم خطوه في النجاح بتاع التوست اهو. تمام اهو. نجيب بقى القالب بتاعنا ونحطه فيه كده، نسمي الله، نحطه فيه كده. طبعا هو لسه هيخمر تاني، ونسيبه بقى اهو بالشكل ده. تمام. نسيبه بقى يخمر ونعمل التاني معانا اهو. بصي انا غطيته باي ورق سلوفان عندك، وهسيبه يخمر ونبدا نعمل التاني. بصوا يا حبايب قلبي، الناس بقى اللي ما عندهاش اللي هو القالب بتاع التوست ده اللي هو الانجليش كيك، هنعمل ايه بقى؟ هنجيب دي صينيه عاديه ماشي، او اي صينيه عندك. انا بديكي بس الفكره، لان انا قعدت افكر طب الناس اللي ما عندهاش القالب ده مش هتنزلي تشتريه مخصوص. ما فيش حد ما عندوش اي كرتونه في البيت، اي كرتونه قطعي منها حته كده. تمام. هنحاول نعمل الممر او القالب بايه، بشكل يعني ايه من الكرتونه كده. بس اهم حاجه مش هتحطي الكرتونه ورق كده، هنغلفها بالورق اللي هو القصدير ده كده زي ما انت شايفه. تمام اهو. اهم حاجه تغلفيها كلها اهو ماشي. دي اول واحده كده اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. ادي كده عملنا واحده يعني جدار بقى، ولا مش عارفه اسموه ايه، مش عارفه ماشي. تاني واحده بقى بالشكل ده برضو هنعمل نفس الكلام اهو يا حبايب قلبي. برضو عملنا دي وعملنا دي، الاتنين دول. هنحاول بقى نجيب الصينيه بتاعتنا كده ونعمل فيها كده ايه القالب، يعني ربنا كده يقدرنا بس نعرف نعمله اهو بالشكل ده كده. نقلبها لو هي مش معدوله. تمام. اما يتحط فيها العجين هتقوب اكتر اهو كده. بصي اهو. انا بقى هشوف كده اي حاجه اثبتها بيها، بس انا بديك الفكره اهو كده ماشي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا القالب اهو اللي هو الممر اللي في النص ده. اسيبكم بقى اشوف اي حاجه اوقفها بيها كده ثواني. هنجيب بقى التانية هنفردها بنفس الطريقه ماشي زي ما انت شايفه كده. بصي بقى المفرش ده مسهل عليا ازاي، مسهل جامد جدا والله. بقى لو بتعملي قرص او اي حاجه بتلزق ما بيلزقش خالص اهو. هنعملها كده على قد ما نقدر كده شكل دايره. تمام. وهبدا برضو بنفس الطريقه اتني كده واقفل، اعمل رول واقفل، اعمل رول واقفل اهو. واخده بالك من التقفيله دي مهمه جدا عشان ان شاء الله يطلع ناجح معاكي اهو. واقفل اهو كده بس كده بالشكل ده كده. بصوا يا حبايب قلبي اهو انا عملتها ووقفتها بالشكل ده كده، وهي ما شاء الله وقفت.
ما وقعتش ولا حاجه ومش سندها باي حاجه. انا كنت حاولت اسندها بمعلقه بس لقيت انه مش نافع. بس كده تمام. هبدا اعمل ايه، هسيبها تخمر وبعد كده هحط حاجه على الوش بعد ما تخمر. خليكم معايا. بصوا كده يا حبايب قلبي، هجيب لكم بقى بصوا حبايب قلبي بقى معانا كده. بصوا خمر ازاي، بسم الله ما شاء الله على الجمال. شايفين؟ ولسه ما دخلش الفرن بقى، لسه هدخله بس هعمل فيه كده ايه حاجه على الوش كده. ودي حاجه اختياريه، عايزه تدخليه ساده ماشي، عايزه تعملي فيه اللي انا هعمله لك ده كمان ماشي، يعني براحتك. بصي هندهنه كده زبده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هيدي بقى لون فظيع، ومن غير زبده برضو على فكره هيدي لون حلو جدا. بس يعني ايه، انا حبيت اعزز الطعم كده وازود القيمه الغذائيه بتاعته بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ندهنها كويس في كل الجوانب اهو. وعندي بقى الشوفان، وعندي اللي هو بذرة الكتان، بتدي طعم حلو جدا. تمام. ممكن بقى نعمل فتحات بسيطة كده اهو، حاجات بسيطة، وممكن لا براحتك يعني اهو. هبدأ ان انا بقى كده احط الشوفان على نص، والنص التاني هحط بذر الكتان. الاتنين طبعا عارفين القيمة الغذائية بتاعتهم، حاجة يعني مفيدة جدا. والقالب التاني هعمله سادة عشان اللي ما بيحبش الحاجات الاضافات دي اهو. هدخله الفرن وارجع لك تاني. دخلته دلوقتي يا حبيبتي الفرن. انا بس عايزه اعرفك ان انا كنت مشغله الفرن يحمى شويه قبل ما ادخله. بصوا كده بقى حبايب قلبي، بصوا ايه الجمال ده يا نوهي. بصي حاجه كده ايه تكسر الدنيا. ايه الجمال ده، عايزه اقول لك اقسم بجلال الله الكاميرا ظلمه. بصي بقى مش ممكن، التوست طلع ولا اروع. طبعا مش عارفه اقطعه دلوقتي، هو بس يبرد كده يقعد له 4-5 ساعات. هلفه بس الاول معاكم كده في الفوطه الجميله دي. بصي بقى الفوطه، حتى الفوطه مدلعينها يا جماعه. ثانيه واحده كده. بصي بقى حبيبتي، هنلفه في الفوطه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده كده خالص. وبعد ما يهدى بعد 4-5 ساعات هبدا ان انا اقطعه معاكي. بصي من الجنب، بصي. لا يا جماعه والله العظيم بجد اعملوه، فظيع 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 بجد. بصي ده تحفه تحفه تحفه، بالحركات اللي عليه بقى بشويه الدقيق دي كده كأني عيش ايطالي يعني. خليكي معايا بقى ونشوف واحنا بنقطعه. بصوا حبايب قلبي بقى كده التوست اهو هنقطعه مع بعض. هو هنا برد، انا سيبته بقى يبرد، خرجت كده ولسه راجعه فقلت اوريهولكم، قلت اقطعه معاكم. بصي بقى الطراوه، انا عايزه اوريكي الطراوه بتاعته. بصي حاجه كده بسم الله ما شاء الله، تحفه وروعه وطالع جميل جدا جدا. هنمسك كده ايه واحد واحد نقطعه مع بعض. بصي الجمال، انا عامله واحد ساده والتاني كان عليه يعني هو لسه عليه شوفان اهو كده، بس في حبه وقعوا اهو. بصي الشوفان بذور الشيا دي تقريبا اسمها، لا اسمها ايه بنساها يا جماعه، بذر الكتان تقريبا حاجه كده مش عارفه بنساها. تمام. هنبدا بقى ان احنا نجيب ايه واحد واحد كده ونقطعه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. كاميرا بس واضحه معاكي، ايوه اهو. بس اهم حاجه في التقطيع يا جماعه ان يكون بارد خالص معاكي. لو لسه ما بردش سيبيه اما يبرد خالص. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه الجمال، بصوا بقى بجد بجد يعني تحفه بجد روعه اهي بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. توست ده ولا مش توست؟ توست ولا مش توست اهو. هكمل تقطيع معاكي. يا ريت تبقى السكينه مشرشره، او لو عندك سكينه حاميه قوي تمام مفيش مشكله. بس اهم حاجه وانت بتقطعي يكون برد تماما اهو. جميل يا جماعة وما كلفناش حاجة. هو خد ايه يعني، خد دقيق، خد خميرة، عجينة بسيطة جدا ما فيهاش اي. بيتباع غالي يا جماعة، انا مش عارفة ليه صراحة. وبرضو عايزة اجربه معاكم بالدقيق الاسمر عشان برضو هيبقى صحي بقى اكتر من الدقيق الابيض طبعا. بس طالع روعة. بصوا يا جماعة، بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا كمان مفرغ من جوه ازاي. جميل جدا جدا. وعايزه اقول لك كمان يعني لو سبتيه يبرد عن كده هيبقى اروع كمان من كده. بس صراحه يعني ريحته كمان مش عايزه اقول لك على جمال ريحته.
وطبعا اوعي تنسي 3 معالق الزبده اللي حطيناهم دول مهمين جدا عشان يخلوا العجينه معاكي طريه وليها طعم. وحطي نوع زبده كده ايه جميل انت حباه. هكمل تقطيعها بس وارجع لك تاني. انا خلصت تقطيع القالب ده، هنقطع مع بعض التاني، بس انا حابه اوريهولك. بصي بصي جميل جدا جدا يا جماعه، بجد جربوه بنفس. بصي عجينه جميله، عجينه هشه، عجينه مفرغه، بصي يعني فظيعه بجد بجد، حلوه جدا جدا جدا. هتنفعك في المدارس، يعني حاجه كده تحفه. تعالوا بقى نقطع التاني اهو يا حبايب قلبي. القالب التاني طبعا احنا عملنا له هنا بقى اشكال بالمقص كده. الصراحه انا كنت مصوره المقطع بس مش عارفه مش لاقياه. بعد ما بتعملي كده العجينه بترشي عليها شويه دقيق بعد ما تعمليها رول يعني، وبعد كده تعمليه بالمقص كده فتحات، بيدي الشكل الجميل ده. وده اللي احنا عملناه بالايه، بالفكره اللي احنا عملناها. لو حد ما عندوش القالب اللي هو بتاع بتاع الكيك ده، اللي هو القالب بتاع التوست اللي بيتحط فيه التوست، تمام، اللي هو بتاع الانجليش كيك اهو. بصي طالع روعه ازاي، تحفه، ومحمر ازاي، جميل جدا. بصوا حبايب قلبي بقى الشكل النهائي ليه، بصوا الجمال ده. نطلع الكميه دي والكميه دي كمان والكميه دي كمان، لان انا عامله قالبين. يا ريت تجربيه وبنفس الطريقه، صدقيني هتنبهري من طريقته، من النتيجه بتاعته. بصي الجمال وبصي الاحمرار. فارق ده بقى ايه عن بتاع بره؟ والله ما يفرق اي حاجه خالص، عشان انا على طول بجيب بتاع بره ده عشان المدارس والاولاد وكده. بقول لك غالي على الفاضي. الباكت تقريبا ب 48 جنيه او حاجه زي كده، بس على ايه مش عارفه. اعمليه في البيت. كيلو دقيق هيطلع لك القالبين دول هتجيبيهم بحوالي 100 جنيه او اكتر من 100 جنيه. الطعم بقى والريحه، بصي حاجه كده تحفه تحفه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. دمتم